مرحبا زبناءنا الكرام. اليوم جبت لكم مجموعة ديال لي سوشون اللي كتوجد بعجينة وحدة، يعني العجينة المورقة، ولكن الحشوات مختلفة. مثلا هنا عندنا حشوة بالتون، انا غادي نوريكم في الفيديو التفاصيل ديالها. وحدة مزوقة هنا زوقناها سلعة الكتان، هنا بالسمسم، هنا بالزيتون، هنا بالشيا. هادي سوشون ديال اللوز. انا نوريكم كيفاش وجدنا الحشوه ديال اللوز وكيفاش عمرناه وكيفاش طيبناه. هذه ديال الفرماج. في الاخير فاش كتبقى لنا ديك العجينه المورقه اللي ما كنجبروا ما نعملوا بها، يعني كتكونوا خدمناها وتعاودت عمرتها بالتون. انا نوريكم الطريقه ديالها وكيفاش تقطعت وكيفاش غادي توجد ان شاء الله. كنتمناو تدعموا الفيديو الاخوان وتبقاو معنا حتى النهايه باش تستافدوا. مرحبا، على بركه الله. بالنسبه للسوشون ديال التون، هذا سوشون تون معتمد عندنا صراحة في الأفراح والمناسبات. هذا يعني سوشون تون شمالي، معروفة بمنطقة ديال تطوان ومدينة طنجة. المكونات الأساسية هو البيض المسلوق، كنعملو 2 حتى 3 البيضات مسلوقين حسب الكمية اللي بغيتو تعملو الإخوة الأخوات. 3 البيضات أنا عندي هنا سلقتهم وحكيتو بالحكاكة. كنزيدو معاهم التون اللي هو المكون الأساسي. جيبوا شي نوعية ممتازة. كنزيدو معاهم الزعتر، اللي بغا يزيد معاهم الفلفل الاسود ممكن. غنضيف معاهم شويه ديال الهريسه، متكتروش. غنضيف معاهم صلصه الطماطم ونخلطو. صراحه جربوا هاد الوصفه، راه كتجي رائعه. بالنسبه للباطفويت الاخوان الاخوات، بغيتو تشريوها جاهزه راه كتباع في المحلات الكبرى، بغيتو تعدلوها لراسكم احسن لكم الاختيار. غنزيدو معها شويه ديال الزيتون، زيتون ابيض مقطع طبعا. هنا الا شفتوا بان لاصوص ناقص، زيدوا شويه لاصوص ديال الطوماط. اي نوع د لاصوص طوماط، يعني اما مصنوعه في البيت او جاهزه، لكم الاختيار. ها كيفاش كتجي الحشوه. هذه الحشوه الاولى، غادي معكم ان شاء الله الحشوه الثانيه ديال اللوز باش تشوفوا عاود الطريقه كيفاش كتخدم. بالنسبه للحشوه الثانيه الاخوان، هنا عندي اللوز تقريبا زلافه صغيره، يعني نتوما كتحكموا في الكميه قداش بغيتو شحال بغيتو. هنا عندي زليفه صغيره ديال اللوز بقشورو اللي دوزناه شويه في الفران حتى خدا واحد شويه د اللون، ما تحمروش بزاف. غنعملو معاه معلقه صغيره د القرفه، نعملو معاه ساشيه ديال فاني، وغادي نعملو معاه شويه ديال ماء الزهر، غنعملو معاه معلقه ديال النباج، معلقه ديال الكليكوز. هادو هما المكونات اللي غنعملو مع الاخوان الاخوات، وغنعجنوه باش نعمرو به السوشون ديالنا ان شاء الله. اذا ها الحشوات ديالنا جاهزين 3 بهم. هادي ديال اللوز، هادي ديال التون، وهادي الاخوان الاخوات هذا فرماج. اختاروا اي نوع الفرماج بغيتو، كنضيفوا له الا بغيتو شويه ديال الابزار شويه ديال الزعتر وعمروا به، كيعطي رائع المذاق. بغيتو تعملوا مثلا شي طرف ديال الثوم وعملوه مهروس فوق منه حتى هو يعطيكم مذاق. بغيتو تخليوه فرماج عادي ما تعملوا حتى شي اضافات خليوه. اذا دابا غادي نجيبوا الباط فويتي ديالنا، غنطلقوها معكم وغتشوفوا الطريقه كيفاش غنخدموا. بالنسبه للباط فويتي ها هي جاهزه، هذه خدمتها منزليه. غنوريكم كيفاش غنطلقوها. كنعملوا شويه ديال الدقيق، كما كتعرفوا باط فويتي راه خصها واحد المعامله خاصه، لان دغيا كتطلق راسها ما تبقالكمش مورقه اذا ما تعاملتوش معها بحنيه.
ديما خصكم تحافظوا على درجه البروده ديالها، لان اذا ما بقاتش بارده بزاف راكم كيف كتعرفوا راه ما تبقاش الفيلطاج فيها. بالنسبه لهاد الاثناء كنكون شعلنا الفران ل 200 درجه من الفوق ومن التحت، لان كيف ما كتعرفوا السوشو خصو يكون فران ساخن. اذا كان الفران بارد راه السوشو ديالنا ما يطلعش. هانتوما الاخوان بهاد الطريقه هادي السمك كنخليوها شويه غليظ وغنقطعوا بهاد القطعه هادي. لاحظتوا ممكن تخليوه غليظ على هذا، انا منزلي ما غادي ما نعملش سوشو غليظ بزاف، غنحاول نخليه يعني معوض. باش كنحصلوا على الدوائر هادو الاخوان الاخوات كننزلوهم جانبا. بالنسبه للعجين راه ما كنعركوش او كنخليوه بهذا الشكل هذا باش غادي نحشيوه في العجينه اخرى وغادي نطلقوها، يعني الا مشيتو تعجنتو ما يبقاش الفيلطاج ديالو. اوكي تفاهمين على القضيه. كنجمعوه بهذه الطريقه هذه وعاود غنعاودو نطلقوه. اخوان كنشبروا مطلق دابا صغير ياك، غادي ننزلوا العجينه ديالنا بهذا الشكل وغنضغطوا عليها من الوسط بهذا الشكل هذا. لاحظوا معي من الوسط، لاحظوا معي. الا بغيتو تعملوا السوشو كبير عملوه كبير، انا نعملو صغير لان منزلي ماشي كبير. فهمتوا الاخوان الاخوات؟ الا كنتو باغي تعملوا اكبر من هذا الحجم ماشي مشكل، كنضغطوا عليه في الوسط فقط، كنرقوا هنا الوسط وهادو كنخليهم هاد الجنابات. انا غنطلق كامل. من بعد ما كنطلقوا الاخوان بهذه الطريقه هذه غادي نجيبوا اصفر البيض، غادي نحاولوا ما امكن ندهنوا غير الجوانب، لان هاد الجوانب هادو هما اللي غيلتصقوا لنا مع بعضهم. لاحظوا بهذا الشكل هذا. كنظن خطوات واضحه ومفهومه. اهم حاجه غير لاباط فويتي تكون ناجحه في الخدمه ديالها، لان الا كانت لاباط فويتي ناجحه راه غادي تفتح وغادي تجي ان شاء الله رائعه. بعد كنجيبوا الحشوه ديالنا وغادي نبقاو نعمروا الحشوه، ما كثروش بزاف، قلت لكم يعني شي عائلي. غنعمروا بهذا الشكل وغنوريكم كيفاش غادي نشدوهم ان شاء الله. طريقه الدهن سهله، كنحاولوا ندهنوا جميع الاتجاهات بهذا الشكل. باليو كندهنوا بهذا الشكل هذا الاخوان ياك. بعد كنجيبوا باليو كيغدون كنشرطوا بهاد الشريطات هيدا. طريقه الزواق انا غنوريكم باش غنزوقهم. عندنا اختلاف، اللي بغى يزوق بشي حاجه يزوق. كيف ما كتلاحظوا فاش كنساليو الاخوان الاخوات اول حاجه خصنا نعملو غنثقبوهم واحد 3 تقيبات. علاش؟ باش ما يخرجناش الحشو، لان الحشو غادي يوقع له الضغط. كنعملو تقيبات بحال هيدا ياك بهاد الطريقه. وريتكم الشبكه كيفاش كنعدلوها راه سهله. نوريكم 3 ديال الطرق باش تسوقوا الشوصون ديالكم. اقتراح اول كنشبروا الزيتون، كنعملوا واحد الزيتونه بهذا الشكل هذا ياك، او كتعملوا حبات الشيا بهذه الطريقه هذه، او كنعملوا السمسم، او كنعملوا زرعه الكتان. يعني لكم الاختيار. غندخلهم الفران وغنشوفهم كيفاش غادي يجيو ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتلاحظوا نفس الطريقه عملناها في السوشون ديال الفرماج، عفوا ديال التون غنعملوها في اللوز. نفس الطريقه ونفس البرانسيپ. عقدات راه وريتها لكم كيفاش كتخدم. هذه الطريقه اللي غنشدو بها وغادي نزوقوها حتى هي غير بالشراطي وغنعملوها بصفار البيض وغادي نردوها طيب. بعد ما كطيب كندهنوها بالنباج الله اكبر على الحق والجليكوز وكنرشوا عليها ايفيلي رقائق اللوز. كيف ما كتلاحظوا نفس الطريقه الاخوات اللي خدمنا بها السوشون ديال اللوز والشوصون ديال التون كنخدموا بها في السوشون الفرماج. لاحظوا معي
سهله مهله من ابسط ما يكون. صافي، طريقه واضحه. الشده ديالنا كنعملوها بالصفار البيض وكنضغطو. نفس الطريقه الاخوان تبعها في جميع المراحل ديال السوشو.